حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه زي ما متعودين عليها من مطبخ ام احلى البنات. هنعمل شكشوكه البطاطس بالبيض. عايزين تعرفوا عملناها ازاي بالحركات والتكات من مطبخ ام احلى البنات؟ كملوا معايا لاخر الفيديو وتعرفوا عن. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه زي ما متعودين عليها من مطبخ ام احلى البنات. هنعمل وصفه من مكونات بسيطه جدا موجوده عندنا في كل بيت. نشوف مكوناتنا مع بعضينا وهنعمل وصفتنا ازاي. المكونات: بطاطس مهروسه، بطاطس مسلوقه، انا دلوقتي سلقتها وشويه ملح معاها وزي ما انتم شايفينها كده، ومعلقتين زبده. هوريكم هنعمل فيها ايه. وعندي معلقه صغيره من كل حاجه هقولها: معلقه مرقه دجاج، معلقه زعتر، معلقه فلفل اسود، معلقه بصل بودر. عندي في زيتون اخضر واسود، عندي فلفل الوان، عندي لانشون مقطعاه شرايح صغنونه كده هنشوفها، وبصله متوسطه برده مقطعاها قطع صغيره. وده نص كوبايه لبن هنشوف برده هنحطها فين. ودول بيض معانا، عايزين تحطوا 10 بيضات، 5 بيضات، 6 بيضات، دي حاجه بتاعتكم انتوا. والملح بتاعنا طبعا وهنظبطها. تعالوا نشوف هنعمل ايه في المكونات بتاعتنا وهنصرفهم ازاي. اول مرحله معايا البطاطس هي مسلوقه وههرسها قدامكم. هحط عليها معلقتين الزبده، واحط عليها الزعتر، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره مرقه دجاج. بعيد تاني عشان اللي ناسي حاجه يفتكرها معايا: معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره فلفل. وهنحط حبه لبن ونهرس، ولو احتاجنا الربع التاني هنحط. افضل بقى بالهرسه بتاعتي اهرس كل المكونات دي. هي طبعا سخنه فكل المكونات هتتجانس مع بعضها وتدخل في بعضها. اهرس واخلص هرس وهنشوف هنعمل ايه في المرحله التانيه. احنا هرسنا البطاطس بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده، بقت بوريه خالص اهي. هنركنها. المرحله التانيه بتاعتي هحط معلقه كبيره زبده وعليها شويه زيت عشان ما تتحرقش. اول ما تسيح هنشوف هننزل بايه. دلوقتي الزبده والزيت بتاعنا ساحوا. هنزل بالبصله المتوسطه اللي انا مقطعاها قطع صغيره زي ما احنا شايفين. وايدي طبعا بتقلب البصله عشان ما تتحرقش مني. انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تدبل تصفر كده، حاجه خفيفه. وبعد ما تصفر هنشوف احنا هنحط ايه عليها. الاكله دي سهله وبسيطه جدا وحلوه قوي في الشتاء. الواحد في الشتاء بيبقى سقعان مش عارف يعمل ايه، ممكن يوم يعمل الاكله دي ويولع الفرن كمان. سهله وبسيطه وكلها ما شاء الله خضروات وبيض ولبن وبطاطس. حبايبي البصله اهي. هنزل بالفلفل الالوان. ما عندكيش فلفل الوان وعندك فلفل اخضر بس او اصفر بس او احمر بس مفيش مشاكل خالص، اللي موجود عندك اعملي بيه. ما تعطليش نفسك على حاجه. بس انا بقول ان الفلفل الالوان بيدي طبعا فايده في الاكل من نوع من انواع الخضروات يعني. فانا بحب ادخل الخضروات بتاعتي في كل حاجه. افضل اقلب شويه. انا طبعا مفرزاه زي ما انتم عارفين عشان خاطر يسهل عليا حاجات كتير. وبعدين انزل باللانشون اللي عندي برضو، ادي تقريبا حلوه محترمه جميله كده. ادخل ايه المكونات بتاعتي ببعضها وتبقى متجانسه. هحاول ان انا اخلي اللانشون يستوي شويه، مش عايزاه ان هو يبقى ني، يبقى مستوي. افضل اقلب شويه كده ايدي في الايه في الصينيه بتاعتي عشان خاطر اللانشون ما يتلسعش مني وفي نفس الوقت يستوي. بصوا اللانشون بتاعي عمل ازاي، دبل وبقى جميل جدا. هنزل بالزيتون ده اخر حاجه خالص، يا دوبك تسويحه كده خفيفه برضو عشان المواد بتاعتي او المكونات بتاعتي تتجانس مع بعضها وما تبقاش حته فيها زيتون وحته لا. ريحه اللانشون مع الفلفل الالوان مع الزيتون تحفه جدا. نقلب كده وبعدين هنشوف بقى نعمل ايه في الخلطه بتاعتنا دي. هنوديها فين. الخلطه بتاعتنا خلصت خلاص. هنضيفها دلوقتي على البطاطس المهروسه بتاعتنا اهي ونقلبها تقليبه حلوه عشان كله برضو يتجانس مع بعض. مخليش حاجه في الصينيه خالص. ريحتها روعه في منتهى الجمال. يا ريت تقوموا وتجربوها في الساعه دي، هتدفيكوا وهتدفي الدنيا كلها. بسم الله. تيجي بقى ادي تقليبه حلوه كده في كل مكوناتي. هي تو ما بتنزل على البطاطس بصوا جميله جدا. افضل اقلب وبعدين نشوف هنعمل ايه. هندهن صينيه بايركس او صينيه عاديه وننزل الايه الخلطه اللي احنا عملناها دي فيها. اقلب بس شويه وبعدين هنشوف هنعمل ايه.
انا كده يا حبايبي قلبي حطيتها في الصينيه بتاعتي، وبعد كده هجيب كوبايه احطها قعرها زيت كده، واروح عامله حفره عشان احط فيها بيض. انتوا بقى زي ما انتوا عايزين 4 بيضات، عايزين 5 بيضات، مفيش مشكله خالص. هي عشان لسه سخنه طبعا لازم هنوسعها ونساعد ايد الكوبايه معانا كده. انا عملت الحفر بتاعتي حبايب قلبي اهو، حطيت كل حفره بيضه وحطيت عليها سن فلفل اسود. هي طبعا مستويه معايا، مش هدخلها فرن من تحت، انا هولع عليها الشوايه. انا هجرنش كده جرنشه خفيفه بالزيتون اسود واخضر عندي. انتوا بقى يعني باللي يعجبكم، عايزين تحطوا فلفل الوان تكونوا مقطعينه شرايح مفيش مشكله، تكونوا عندكم طماطم صغيره كده وعايزين تقطعوها نصين وتحطوا، كل ده اذواقكم انتوا بقى مفيش مشكله خالص. انا بس بشكلها حاجه بسيطه وهدخلها على الشوايه ونشوف بعد ما تخلص يبقى شكلها ايه. حبايب قلبي وصفتي خلصت بالسهوله وكل حاجه. انا دلوقتي ولعت عليها الوش بس زي ما احنا شايفين. طبعا السمار ده مش حرقان ولا حاجه، لا ده الفلفل الاسود اللي انا حطاه على وش البيضه، بس هي طعمها تحفه وطريقتها سهله ومكوناتها بسيطه وموجوده عندنا في كل بيت. يا ريت تقوموا تجربوها، واللي جربها يكتبها لي في الكومنتات، واللي عملها وعجبها بالسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك.